يعني باي منطق وباي عقل قدرت ان انت تحكم على لاعب من خلال 3 ماتشات؟ مش بس كده، انت كمان بتقول عليه انه لاعب مش كويس، واللاعب لعب معاك 3 ماتشات جايب فيهم جونين، وبسبب الجونين ده انت كسبت الماتش. يعني هو اللي جايب هدف الفوز. هنا طبعا انا بتكلم على اللاعب اللي صورته موجوده قدامكم دوت، وهو شيكو بنزا. الزمالك لعب في الدوري 4 ماتشات، شيكو بنزا لعب منهم 3 ماتشات وتم استبعاده في ماتش المقاولين بسبب مشكله التغيير. ده الماتش الوحيد اللي الزمالك ما قدرش يفوز فيه ويعمل فيه نتيجه ايجابيه او يحرز حتى فيه اي اهداف. ال3 ماتشات اللي شارك فيهم شيكو بنزا قدر الزمالك انه يفوز فيهم، منهم ماتشين شيكو بنزا هو سبب الفوز في الماتشين. ماتش نتيجته خلصت 2-1 كان هو سبب الفوز، والماتش الاخير قدام فاركو خلص 1-0 بهدف شيكو بنزا بسبب تحركه ان هو كان موجود في المكان المناسب وقت الجول. فازاي هنا اجي اقول ان اللعيب ده مقلب، وان اللعيب ده مش كويس، وان اللعيب ده مش حلو، وافضل اتريق واسف على اللعيب؟ فلا طبعا كلام مش منطقي ومش صح، ومش من المنطقي اصلا ان انت تحكم على لاعب من 3 ماتشات. وحتى لو حبيت تحكم عليه من ال3 ماتشات، فاللاعب في ال3 ماتشات اللي لعبهم الزمالك قدر يفوز. اللاعب سجل جونين من ال3 ماتشات، لاعب تحركاته كويسه، سريع. انت في وقت انت محتاج فيه كل اللعيبه، محتاج ان اللعيبه كلها تنجح. اللاعب يعتبر لسه ما عملش حاجه، لسه عنده احسن من كده. انا شايف ان هو لاعب كويس جدا، شايف انه فايد الزمالك جدا في الماتشات اللي شارك فيها ولعب فيها، ولا غنى عنه في ناحيه الشمال. عارف ان اخوان الفينا بمستواه يعني صعبها كتير قوي على الصفقات الجديده، وبقى الجمهور عايز اللعيبه كلها اخوان الفينا. لكن انا بالنسبه لي ان شيكو بنزا مع اخوان الفينا هم اكتر صفقتين يعني منورين قوي من صفقات الزمالك الموسم دوت. فما ينفعش ان انا اكسر مقاديف اللاعب، او ابدا احط سمعه على اللاعب ان اللاعب ده مش كويس، وان اللاعب ده صفقه فاشله، واقعد اتريق عليه او الكلام ده، واقول عليه انه مش كويس. لا، انا شايف قوي ان بدري قوي على الكلام دوت. شايف ان الكلام ده ما ينفعش ان احنا نقوله اصلا، لان اللاعب قدم مستويات كويسه، ممكن يبقى عنده احسن من كده اصلا. لكن اوعى تحطوه لي خالص في خانه ابراهيم نضاي ومصطفى شلبي واللعيبه اللي جت وما نجحتش مع الزمالك، لان اللاعب رقميا هو محقق ارقام كويسه في ال3 ماتشات اللي لعبها. وارقام التهديف هو جايب جونين للزمالك اصلا من بدايه الدوري، وهو هيكون من هدافين الزمالك الموسم ده. وافتكر كلامي كويس.